وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إنها سكرات الموت جاءت ولا بد لها أن تجيء. إذا كانت السكرات جاءت الحبيب المصطفى والخليل المرتضى وخاتم الأنبياء المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صفوة خلق الله أجمعين، ومع ذلك ذاق سكرات الموت وتألم من غصصها، فكان يدخل يديه في ركوة فيها ماء ويمسح بهما جبينه قائلا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ سكرات الموت. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه واصفا لما وجد منها: فإن ولده كان يسأله حين يحتضر، يقول له: يا أبه، صف لي ما تجد من سكرات الموت. فتكلم عمرو بصوت متقطع، يقول عمرو: يا بني، كأن فوق رأسي جبل رضوان، جبل عظيم من جبال مكة، كأن على رأسي جبل رضوان، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن جنبي تحته تخت من النار، وكأنه جيء بغصن شوك فأدخل من هامتي حتى تمكنت كل شوك من كل عرق وعصب، ثم جذب من تحت قدمي. من هذا القائل؟ إنه عمرو بن العاص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وآمن عمرو بن العاص، ومع ذلك يجد من سكرات الموت ما سمعتم، وما هو أشد من ذلك، إنما وصف وصفا يستطيع عليه في ذلك المقام، وما خفي كان أعظم وأشد، وهو صحابي جليل من صحابة النبي الكريم. فكيف بي وبك يا عبد الله؟ فاللهم هون علينا سكرات الموت. كأني بأهلك وذويك وأصحابك ومحبيك قد اجتمعوا عليك عند رأسك وعند رجليك وعن يمينك وعن شمالك من حواليك، ينظرون إليك وأنت تموت وأنت تفوت وأنت تنتهي وأنت تتلاشى، ولا يستطيع أحد منهم أن يفعل لك شيئا. يا الله، ما أصعبه من موقف: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنت لا تستطيع أن تنطق ببنت شفاه. قد ثقل منك اللسان، قد ثقل منك اللسان، فأصمتت الشفتان. ربما يأتيك ولدك الصغير فيبكي عندك ويتململ بين يديك يسألك: ماذا بك يا أبي؟ تكلم معي يا أبي، قل شيئا يا أبي، الذي حصل لك
وأنت لا تستطيع أن تنطق بحرف واحد. سكرات الموت قد أثقلت لسانك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ثقل لسانه من جراء سكرات الموت، فكيف بي وبك؟ لما احتضر دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم